كنز معلوماتي على السريع. تخيل كده يا صديقي حاكم يقتل العلماء عشان ما يموتش. في القرن الثالث قبل الميلاد كان في امبراطور صيني اسمه تشين شي هوانج، أول امبراطور وحد الصين كلها. الراجل ده كان قوي وذكي ولكنه كان مهووس بحاجة اسمها الخلود. كان بيخاف من الموت خوف جنوني، لكنه بعد ما وحد البلاد بدأ يدور على طريقة يعيش بيها للأبد. جاب أحسن الأطباء والعلماء وقال لهم هاتوا لي وصفة تخلي الإنسان ما يموتش. العلماء طبعا حاولوا يشرحوا له إن ده مستحيل، بس هو ما كانش بيتقبل كلمة لأ. بدأوا يصنعوا له مشروبات غريبة من الزئبق والمعادن وقالوا له إنها إكسير الحياة، لكن في الحقيقة كانت سم قاتل ببطء، وهو كان بيشربها كل يوم من غير ما يعرف. وبعدين بدأ يشك في العلماء نفسهم، وقال إنهم بيخفوا عنه سر الخلود، فأمر بحرق الكتب اللي بتتكلم عن العلم، وحتى دفن بعض العلماء وهم أحياء. في النهاية بعد كل اللي عمله عشان يعيش أكتر مات في سن صغير بسبب السم اللي كان بيشربه بإيده. بس كده، وما تنساش الاشتراك في القناة. سلام.